السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميع إخوان أخواتي في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مطبخ غزلان. إن شاء الله اليوم فيديو مميز غنشارك معكم فيه هاد الحلوة او لا هاد الكيك اللي كتجي غزاله، كتجي رطبه وهشه بواحد لاصوص غزاله ديال الكراميل اللي غتعجبكم بزاف، تعجب وليداتكم. بطبيعه الحال غنذكركم بقانون المسابقه او لا بالشروط اللي غادي ان شاء الله تشاركوا بها في هذا الفيديو. بزاف منكم كتنتظروا هذا الفيديو ديال المسابقه، بزاف منكم عجبتكم المسابقه، وبزاف منكم ما كرهوش انهم يفوزوا بحال الاخوان اللي فازوا في الاسبوع اللي قبل واللي توصلوا بالهدايا ديالهم. ان شاء الله غنشاركها معكم في الفيديو القادم وغتشوفوا الهدايا اللي توصلوا بها، وحظ موفق للجميع. نبدا معكم في الوصفه ديالنا اللي غنحتاجوا فيها في المكونات: كاس ديال الزيت نباتيه، واحد الكاس ديال سكر حبيبات، دائما تعبروا بكاس العنبه، واحد ياغورت او لا علبه ديال ياغورت ديال الكراميل، وهنا عندي واحد معلقه ديال الخل وقبصه ملح، واحد معلقه صغيره ديال الفاني، وجوج الخميرات وزن 8 غرام، والدقيق ان شاء الله نقول لكم شحال غنخدم في الدقيق، وعندي 4 ديال البيضات. انا نبداو ان شاء الله في التحضير. هو اننا اول حاجه غادي ناخذ شي باسينه اللي غنديروا فيها ان شاء الله هذا البيض هذا بطبيعه الحال، وغادي ندوزو نضيفوا قبصه ملح والفاني. تقدروا تستعملوا ساشي ديال الفاني، وكاس ديال السكر حبيبات. نحاولوا ان شاء الله نطربوهم واحد شويه، يعني يعني هكذا نحصلوا عليهم بهذا اللون هذا. ماشي مشكل اللي ما عندهاش طراب، ماشي ضروري، غير ضربها شويه بهذيك الفويل اليدويه فقط. هنا غنبدا نضيف الزيت شويه بشويه كيف ما كتشوفوا صافي، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. من بعد ان شاء الله ناخذ هاد العلبه ديال الياغورت ديال النكهه ديال الكراميل. صراحه كتجي غزاله، كتعطي واحد لوغو زوين للكيك ديالنا صافي. وغادي نطربو غير شوي ونحيدوه ونضيفو النواشف. بطبيعه الحال النواشف يعني غنضيفو الدقيق اول حاجه. بالنسبه للدقيق البنات كيف ما شفتوا انا هذيك العلبه اللي فيها الدقيق دايره فيها 3 ديال الكؤوس، ولكن مني غادي نبدا نخدم ان شاء الله نقول لكم شحال تبقى ليا. هنا غنضيف 2 ساشي ديال الخمارات، كل ساشي كتوزن 8 غرام، وغادي نضيف عاوتاني الدقيق من فوق منها باش هكذا كاينه ما يمشيش لكم الغبار ديال داك ديال الخمارات وتضيعوا فيه صافي. ونخلطوا بهذه الطريقه. لاحظوا حنا غاديين كنخلطوا باش نحصلوا على واحد القوام اللي هو زوين وخفيف في نفس الوقت، باش الكيك تجينا خفيفه. يعني القوام ما خاصوش يكون ثقيل بزاف، خاص القوام يكون يعني ما بينه وبين، يعني ما يكونش ثقيل بزاف. هنا صافي البنات غنخلي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لكميه الدقيق اللي خدات ليا تبقى لي كاس ديال الدقيق، يعني اللي دخلت في هذا الخليط ديال الكيك هو 2 الكؤوس مملوئين ديال الدقيق بكاس العنبه. هذا هو المول ديال الجرانيت. اختاريت نخدم في هذا الشكل هذا اللي كيكون هكذا بشكل مستطيل. هنا دهنته شويه بالزبده لانه البنات فيه داك السنينات اللي هما لداخل، داكشي علاش من الافضل دهنوه. الا كان مول عادي لا داعي، لان المول ديال الجرانيت ما كيدهنوش، ولكن بما انه هذا فيه داك السنينات من الافضل انكم تدهنوه تفاديا انه يلصق لكم وصافي. اما هو صراحه الكيك راه ما كيلصقش، كيجي غزال. طبيعه الحال غندخلو ان شاء الله الفرن، غنسخنو من قبل وندخلو ان شاء الله يطيب على نار اللي هي متوسطه، ونخليه بطبيعه الحال حتى يبرد. عاد كنحيدوه من المول ديالو ان شاء الله. هنا غنحاول انني نديموليه، يعني غنحيدو من المول ديالو صافي بطبيعه الحال حتى كيبرد. عاد كتحيدوه من المول ديالو. شوفوا يعني الطياب ديالو كيفاش كيكون داخل، كيجي مذهب ما شاء الله، واخد واحد الطياب غزال. شوفوا غير اللون ديال الكيك كيف ما قلت لكم راه ما كتلصق ما والو، فقط انا درت شويه الزبده، ولكن لاحظوا غير اللون ديالو كيفاش كيجي صافي. نخليها جانبا وندوزو نحضروا الكريمه. نحتاجو نص لتر ديال الحليب، 3 معالق ديال السكر حبيبات، 3 معالق ديال النشا، واحد الفلون صغير كراميل، وغادي ندير واحد معلقه ديال الكراميل. تقدروا تعوضوها بهذا بالفلون، يعني فلون دانيت كراميل اللي كيكون جاهز صافي. غادي نضيفوا جميع المكونات في الكاسرون طبيعه الحال ونخلطوا. هنا غنضيف واحد ملعقه كبيره ديال كريم كراميل كيف ما قلت لكم. الا ما كانتش عوضوها بدانيت كراميل على شكل فلون
صافي غنحط الخليط ديالي ان شاء الله فوق البوطه حتى يتقال، وما تخليوش يتقال بزاف لانه البنات دغيا كيشد في راسو كيتماسك. صافي خاصو يكون بهذا القوام هذا، يعني كيتقال بهذا الشكل. وندوزو نيشان المول طبيعه الحال راني غسلته ومسحته مزيان ودهنته بالزيت. دهنوه بالزيت باش هكذا كينا ما غاديش يلصق ليكم هذاك الكريمه اللي درتو، وغادي تحيد لكم دغيا من المول طبيعه الحال. هنا ضفت غير يعني ما ضفتش الكميه كامله، خليت واحد شويه عاد ضفتها. صافي غنحاول انني نغطس هذيك الكيك مزيان مزيان في الخليط. ضغطوها البنات غير بشويه لان الكيك كتجي هشه البنات. هذه الكيك كتجي غزاله لحقاش مخدومه بدانت، يعني كتكون بالياغورت كتجي هشه بزاف، ماشي بحال ديال الحليب كتجي شاده في راسها. داكشي علاش كتجي غزاله البنات. غير جربوها راه غتعجبكم، تعجب وليداتكم بهذاك اللوغو ديال الكراميل. صافي واللي تبقى عليه غنغطيها من الفوق. صراحه بهذه الطريقه كتجي غزاله، يعني ما كتضيعوش فيها. كتجي متلبسه كامله بهذيك الصوص ديال الكريمه. وصافي ان شاء الله نحاول نغطي الجوانب ونغطيها ببلاستيك ونديرها في المجمد على الاقل البنات واحد الساعه حتى لساعتين اللي ديروها في المجمد. انا خليتها تقريبا غير مده ديال ساعه صافي. ونا تاخذوا واحد يعني طبق تقديم اللي غادي تحطوا فيه داك الكيك وصافي وتحيدوه ديمولي. حاولوا انكم تضغطوا على هذاك المول باش هكذا كينا تهبط لكم هذاك الكيك ديالكم. ومن الافضل انكم تخليوها تبرد مزيان مزيان. صافي البنات كيف ما شفتوا من بعد ما حيدناها شوفوا اللمعان ديال داك الكريمه، يعني جات متلبسه بالحلوه ما شاء الله. جات الكيك غزاله البنات. جربوا بلوغو ديال الكراميل راه كيجي غزال صراحه. انا كيعجبني هذا اللوغو لانه كيجي منعش، كيجي غزال بزاف. المهم ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. هنا كتزيين تقدروا تزينوها تقدروا ما تزينوهاش، لا داعي. غير هنا في الجوانب حاولنا اننا نزينوهم بشويه ديال الفيوتين يعني متواجد عندي. اذا متواجد عندكم اي حاجه، لوز ايفيلي، لوز هاشي، ولا اي حاجه البنات في التزيين بامكانكم تزينوا بها الكيك ديالكم. صراحه كتزيد تعطيها واحد المنظر واحد الجماليه. هكذا تحطوها فوق الطبله ديالكم للضيوف ديالكم لوليداتكم، علاش لا. هنا صافي الكيك كتبقى شاده في راسها، داك الكريمه حتى هي كتبقى شاده في راسها. هنا ان شاء الله غادي ندوز انني نزينها. التزيين كيبقى اختياري صراحه. انا نحاول نزينها بالمكسرات بشويه اللوز بشويه الكركاع، يعني ماشي بزاف غير شويه. تقدروا ديروا لها الكريم كراميل من الفوق، يعني انكم ديروها على شكل خطوط. صراحه بغيت التزيين يكون خفيف، ما بغيتش نزيد الكراميل لانه كاين في الكيك. وصافي زينته غير بهاد الحبات ديال اللوز وديال الكركاع. وصافي كان كتزيين هو هذا. نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. واخيرا الطبق ديالنا من بعد ما وجدناه، وهذا هو المول ديالو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش او لا اللي باغيين ياخذوا عليه. خليته مرافق مع طبق ديال الكيك. وهنا ان شاء الله ندوز نقطعها معاكم. صراحه كتجي غزاله كتجي هشه البنات. كيك ولا اروع البنات، كتجي غزاله بزاف. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. وهنا غنحاول انني نحيدها من المول ديالها. شوفوا كيفاش كتجي هذاك الشكل ديال الكريمه كيفاش كتجي من الفوق مرافقه مع الكيك. ونوريها لكم ان شاء الله عن قرب. بطبيعه الحال غادي ان شاء الله يعني نفتحها معكم من الوسط باش تشوفوا القوام ديالها. بطبيعه الحال كالعاده كيف ديما كنوريكم الحاجه من الوسط ديالها، علاش لا. مرحبا. وان شاء الله هاد الكيك تعجبكم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. راه كتجي غزاله. شوفوا كيفاش كتجي فنه طايبه. الكيك كتجي رطبه البنات، رطبه بزاف البنات. هاد الكيك كتجي رطبه لان الكيك اللي كتكون مخدومه بالياغورت فكتجي رطبه بزاف، يعني ما كتجيش ناشفه، كتجي ميدمه وكتجي غزاله. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمسابقه مازال مستمره. الناس اللي فازوا معنا في الاسبوع اللي قبل راهم توصلوا بالجوائز ديالهم. ان شاء الله غنشاركوا معكم من قلب البيوت ديالهم باش توصلوا، وغادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو القادم. بالنسبه لشروط المسابقه جيت ساهلين. في هذا لا فيديو نيت تخليوا لي لايك، تخليوا لي تعليق. كل وحده فيكم غتكتب
في التعليق الاسم ديالها والمدينه، وتبارطاجي هذا الفيديو مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاصدقاء باش انهم يدخلوا التعليق ديالها ويديروا ليها لايك. فلا بديتوا من دابا ان شاء الله غادي تقدروا تفوزوا، والاعلان عن النتائج ان شاء الله يوم الاثنين.